بيبدأ المسلسل مع قائد جيش سابق اسمه جاك ريتشر، وهو بينزل من الأتوبيس في مدينة جورجيا وبيخش يقعد في المطعم وبيشرب القهوة وبياكل الكيكة اللي بيحبها. بس فجأة في عربيات شرطة بتوصل عند المطعم، وريتشر بيفهم إن الشرطة جاية تقبض عليه، فبيسيب حساب الحاجات اللي طلبها وبيسلم نفسه للشرطة بكل هدوء. والظابط بيقول له أنت مقبوض عليك بتهمة القتل، وبياخده على اسم الشرطة ومش بيلاقوا معاه غير باسبور و200 دولار ووسام شرف، وبياخدوا بصماته. وبعدها بيقعد معاه المحقق اوسكار، واوسكار بيقول له احنا لقينا جثه جنب الجسر على الطريق السريع، والجثه اتضرب عليها نار مرتين وبعدها اتضرب بعنف، وعرفنا ان الجريمه تمت الساعه 12 بالليل. بس ريتشارد مش بيرضى يتكلم ولا يرد عليه، فاوسكار بيستنتج انه مش هيتكلم غير في وجود المحامي بتاعه، وكان سايبه وماشي. بس ريتشارد بيقول له انا مش محتاج محامي علشان انا ما قتلتش حد في البلد دي. واوسكار بيقول له بما انك قائد سابق في الجيش فانت عندك الخبرة في القتل واخفاء الجريمة. ريتشارد قال له عندك حق، بس مش انا اللي قتلت الضحية. من تحليلي الملف القضية فانا بستنتج ان في 3 اشخاص هم اللي قاموا بعملية القتل. اول واحد ده قناص محترف وقدر يسيب الضحية من مسافة بعيدة، والتاني ده شخص مختل عقليا لانه ضرب الضحية بعنف بعد ما مات. وريتشارد بيلاحظ ان اوسكار متوتر وبيهز الترابيزة وبيكمل وبيقول له اما الشخص التالت فده شخص ماهر في اخفاء الجثة. وهو اوسكار بينبهر من تحليله لجريمة القتل، بس بيقول له في شهود شافوا شخص بنفس مواصفاتك على الطريق السريع وانك كنت قريب من مكان الجثة. ريتشارد قال له انا فعلا كنت بتمشى على الطريق السريع علشان كنت بدور على مغني مات هناك، وكان نفسي اعرف هو مات ازاي، ووقت الجريمة انا كنت راكب الاتوبيس فمش انا اللي ارتكبت جريمة القتل. بس المحقق اوسكار مش بيقتنع بالرد ده نهائي، وبيقول له لو قدرت تثبت انك كنت راكب الاتوبيس في وقت الجريمة هتخرج براءة، ولحد ما ده يحصل انت هتفضل في السجن، وانا هحقق في رقم تليفون لقيناه لازق في جزمة الجثة. بينما الشرطية روسكو بتتفاجئ لما مش بتلاقي بصمات ريتشارد متسجلة عندهم، وهي كمان مش بتلاقي اي حساب لريتشارد على الفيسبوك او الانستجرام، وحتى مفيش اي بيت باسمه. وبعدها المحقق اوسكار راح يحقق مع صاحب رقم التليفون اللي لقاه في جزمة الضحية، وصاحب الرقم كان اسمه بول. وفي الاول بول ما كانش خايف ولا متوتر لانه مرتكبش الجريمة، لكن لما شاف عربية سودا بره فجأة بيخاف وبيعترف ان هو اللي ارتكب الجريمة. واوسكار بيستغرب من التحول اللي حصل ده، وان بول اعترف كده بالساهل، وبيسأل بول ايه اسم الضحية اللي انت قتلتها وانهي طريق سريع انت قتلته عليه. وهو بول ما كانش يعرف الاجابات دي، وبيقول له انا اعترفت وخلاص مش لازم اتناقش معاك في التفاصيل. واوسكار بيضطر يقبض عليه وبياخده على اسم الشرطة وبيحطه في الحبس، وبالتالي ريتشر بيخرج من اسم الشرطة. واوسكار بيتكلم معاه بره وبيقول له بول اللي اتقبض عليه ده شخص مش سوابق وشغال موظف في بنك، وهي ده مش شكل واحد يقدر يقوم بعملية قتل بالاحترافية دي، وحتى لو اعترف فده مش هيخليك بريء في نظري لاني لسه شاكك فيك وحاسس ان بول كذاب. وريتشر بيقول له كل الكلام ده بيخصنيش، طالما هو اعترف يبقى انا بريء. وانا لاحظت ان لما بول دخل اسم الشرطة في ضابط فضل باصص له بشكل غريب وشكلهم يعرفوا بعض، فانا انصحك تبدأ تحقق مع الشرطي ده. واوسكار بيقول له الشرطي اللي انت تقصده قريب بول، فالشرطي بس كان متضايق من مظهر العيلة. ريتشارد قال له لا الموضوع اكبر من كده، واوسكار متفاجئ من الثقة اللي عنده ومن تحليله للناس. وريتشارد بيفاجئه اكتر وبيقول له انت لسه مطلق مؤخرا وبقالك 6 شهور مبطل تدخين لانك بتلعب في الدبلة كتير، وده معناه انك مطلق. وبالنسبة للتدخين لما كلمتك عن استنتاجي لجريمة القتل لقيتك اتوترت لانك اقتنعت بكلامي وحسيت انك بتحقق مع الشخص الغلط، وتوترك ده من اعراض انسحاب النيكوتين للناس اللي بتبطل بعد 6 شهور. وريحة السجاير في لبسك خفيفة لانها مش بتطلع من الصوف بسهولة. واوسكار كان في قمة الذهول لان كل كلامه صح، وبيقرر يثق فيه وبيقول له تعالى معايا لاسم الشرطة. وبياخد الشرطي ستيفيسون لمكتبه وبيقول له ريتشارد عنده اعتقاد انك مخبي حاجة تخص بول، ايه رأيك في الكلام ده؟ ستيفيسون بيقول ليلة امبارح انا كنت سهران مع بول في حفلة عائلية وكان معانا مراتي ومرات بول وفضلنا سهرانين لحد الساعة 2 بالليل، فانا مش فاهم ومستغرب ليه بول اعترف بجريمة القتل دي مع انه في نفس وقت الجريمة كان معايا، وهو اصلا رجل غني ومحترم وبيحب مراته جدا، فمفيش اي دافع انه يرتكب الجريمة. وبعدها اوسكار بيأمره يخرج وبيتكلم مع ريتشارد، وريتشارد بيقول له كده مفيش طريقة تعرفنا ليه بول اعترف بجريمة القتل، فلازم هو بنفسه يقول لنا. اوسكار
بيقول بول هيعترف